مقاتلة الصين من الجيل السادس تسمى جي 50، ويقال إنها قادرة على الطيران بسرعة ماخ 10. الأمر يبدو مذهلا، لكن هذا الادعاء في الحقيقة غير صحيح، لأنه عندما تصل الطائرة إلى سرعة ماخ 10 فهي لم تعد مقاتلة من الأساس. عند هذه السرعة يتحول الهواء إلى لهيب، ترتفع درجة حرارة هيكل الطائرة فورا إلى أكثر من 1000 درجة مئوية. حتى الطائرة الأسطورية SR-81 لم تتجاوز سرعتها قط ماخ 3، ومع ذلك كانت غير مسلحة بأي أسلحة، لم تشارك في قتال جوي، ولم تنفذ مناورات حادة، ولم تدخل في اشتباكات قريبة. المقاتلات تحتاج إلى الاستدارة والمناورة والمراوغة من الصواريخ وخوض قتال جوي حقيقي، ولكن عند سرعة ماخ 10 فإن مجرد انعطاف بسيط كفيل بأن يفكك الطائرة في لحظتها. والأهم من ذلك المحرك. المقاتلات تستخدم محركات نفاثة معدلة أو محركات ذات دورة متغيرة. أما سرعة ماخ 10 فتتطلب محرك سكرام جيت من فئة محركات الصواريخ، وهذا النوع من المحركات غير مناسبا تماما لمقاتلة جوية. الهدف الحقيقي لمقاتلات الجيل السادس ليس السرعة، الفكرة أن المعركة تنتهي قبل أن تكتشف أصلا أنها بدأت. لهذا لو وجدت فعلا مقاتلة بسرعة ماخ 10 فهي لن تستطيع أن تقاتل أي معركة من الأساس. وأنت هل تصدق هذا؟ أم ترى أن السرعة هي كل شيء؟